يا هلا وغلا، شلونكم حبايب؟ مساء الخير، مساء العافية عليكم حبيباتي. تعالوا اليوم خلي أشتغل وياكم هذا الأوردر وشلون جهزته وطريقة الدقوس هنا هم موجودة إن شاء الله. وتعالوا نبدي نصلي على محمد وآل محمد جميعا ونقول بسم الله وأبدي بشغلي. هسه أنا قعدت تقريبا هنا الساعة 8 حبايب قلبي، 8 الصبح، لأن أريد أسلم الأوردر تقريبا 12 أو 12 ونص. خليت دهن بالجدرية شوية يعني كلش قليل، ورجعت خليت اللحمة هسه أقولكم إيش قد وزنها، وخليت بصل وخليت نوم بصرة ودارسين أو القرفة، وخليت هنا الكباب الصيني. طبعا إذا تلاحظون أكو بصل ترمته ناعم، هنا ينطي بعد النكهة أكثر بنات. وهنا عندي بهارات سوب، هاي موجودة عند العطار، يعطيك بهارات قسم مطحونة وقسم حب. زين حبايب قلبي، بهالطريقة هاي أحمس. طبعا أحرك اللحمة يعني لأن أنا شوي مسرعة الفيديو مقطعة بيه، شوية أنطيها حمسة. زين بس مجرد إنه أقلبها، مو يعني أخليها تستوي، لا، بس مجرد أقلبها بالدهن. وهنا راح تشوفين أحلى طعم لحمة راح يطلع عندك حبايب قلبي. مثل ما تشوفون خليت له مي المناسب، لأن أنا أريد أخذ من مي السوب أطبخ بيه التمن. خليت فلفلة باردة وخليت طماطية. وهسه شنو هذا طبعا جدر ضغط مثل ما جاي تلاحظون. جاي هنا أنا أقلب تيته، خليت قسم وبعدها أكو قسم ثاني. وهنا جاي أنتظر الشعرية حتى يجيب لي إياها أبو نور، حتى أنا شو أسوي رأسا يعني بعد أطبخ. هنا بصل مسويته ثارمته جوانح، وبعدين راح يشوفون يعني هسه هو ملتصق وحدة بوحدة، بس عادي بعدين من راح يعني ينحمس وراح يذبل فيتفكك وحدة عن وحدة. زين حبايب قلبي، شوفوا بهالطريقة، وأني أفتحه قسم من عنده أني هم أفتح بيه. هنا هسه شنو حبايب، شوفوا عندي هذا الكشمش هم منقعته تقريبا، أني غاسلته بالأربع مرات 5 مرات لحد 6 ما أعرف والله. ملقطته خاف بيه حصو بيه رمل بيه شي، وأخليه بمصفي وأرجع أغسله يعني كم مرة. زين لأن هذا نجيبه فل إحنا، فلازم ينغسل حتى لو مسلفل هو لازم ينغسل. هسه شو نسوي حبايب، جاي أحط هنا الوجبة الثانية. هنا قلت لكم جاي أنتظر يعني حمست أنتظر الشعرية. جيت هسه هنا أحب أحمس أو أقلي هذا الكشمش حبايب قلبي أو الزبيب. شوفوا بهالطريقة من أشوفها تنفخ هنا أشيلها، أحسها ما تظل يعني خضرة، ولأن هي أصلا راح يعني نغسلها تنقع بالمي، فلازم شوي ينشف هذا المي من عندها وتطلع ريحة أطيب بالأكل. بهالطريقة هاي حبايبي، شوفوا شلون صارت. بس مجرد انه تنفخ شوي اقلبها الكل اشوفها يعني نفخت. بعدين ايش اسوي، يعني اطلعها بمصفي، اخلي لي مصفي وجوافد يعني معون مثل ثاني طاوة، اشوف اي شيء، وابدي افرغ. لان انا البوتيتا هميجي سويتها، وابدي هسه كل من اخليه يعني الوحده او اشي فوق شي. طبعا قلت لكم اني شنو هاي اللحمه اللي خليتها هنا حامسه اني شعريه، ورجعت هنا خليت التمن عليه. التمن بسمتي نوعية الهيرتج بنات، كلش نوعية حلوة يا بنات، يعني شقلكم عليه مثل الريشة. حتى من تغسلينه ما بيه نشا هواية، يعني نوبات بالبزل أريد يعني أبزله حتى ما يطلع نشا هواي. زين أبدي هيك أقلبه بالشعرية حتى أضمن، يعني أنا أدري هو بالطبخ بالشعرية حتى تمن الحصة يخلي نثري بنات يصير. فحاولت هيك إنه أقلبه راح أطبخ بيه، يعني أطبخ مي اللحم. زين هي ايش قالت لي البنية اللي طلبت من عندي، قالت لي أم نور أريد نص كيلو لحمة من ضمنها ربع عظم. احنا أبو نور جاب نص كيلو لحمة وياها يعني ربع عظم، مو من ضمنها يعني ضمن الوزن. اي فقلت لها، قالت عادي. أنا ايش خليت تقريبا كيلو إلا ربع. وزن لحمة هم كانت جايتنا ثواب بعاشور، جابوا لنا اياها فخليتها وياها. القطعة مالتها خليتها يعني شفتوها بكبرها، وقطعتنا خليتها بكبرها حتى لا تختلط. وهيك شنو تعطيني بعد لذة للحم تكون أطيب. زين حبايب،
أهم شي عندكم شنو بالغسل، من تريد تغسلون اللحمة بنات خلوها ناقعة هواية، سواء هي أو الدجاج. زين تظل ناقعة بالمي، وكل ساعة غيري المي مالتها، هنا بعد ما تعطيك أي زفارة، حتى هاي الرغوة ماكو بعدين ما تطلع عندك. جيت هسه هنا طريقة الدقوس. شفتوا الملح، أنا هسه بمي اللحم حطيته، وحطيت عليه العفو التمن، وخليت عليه الملح، لازم نسحق. جيت هسه للدقوس، خليت هنا عندي طماطيات 2، ورجعت خليت عليه من هذا الدهراز الفلفل هم تقريبا 3 4، انت حسب الحرورة اللي ترديها. ما غير ولا ارجع اسجل مرة ثانية. وهنا عندي طبعا كرفس، اذا ما عندك من هذا الكرفس عادي تخلين كزبرة خضراء. زين، وش كم ورقة من حبات الريحان حبايب قلبي. شوفوا شلون راح يطلع طعم عندكم يجنن. هذا هاي شنو تنقذك اذا ما عندك مثلا انت طرشي بالبيت، ما عندك شغلات هاي الحمضيات، فسوين هاي الطريقة. شوي ازيد ملحها، انا احب يعني يكون ملحها زايد، والحموضة مالتها زايدة. يعني شلون الطرشي من نجيبه نوبات، حتى من اخلي على التمن يعني يغير لي طعم التمن. او مثلا يعني انا خالطه مرقه وتمن من اريد اكل حلو هذا ويا المطبق، حلو مثلا هو ويا المرقه والتمن. زين حبايب قلبي. وثوم طبعا هنا انا خليت مطحون، انا خليت اول مره ما طلع، ورجعت حطيت مره ثانيه حبايب قلبي، وان شاء الله هم اطلع وياكم طريقه الثوم المطحون شلون اسوي. زين. واذا ما عندك عادي سن من هذا الفريش 1 أو 2. رجعت خليت ملعقه مال معجون الطماطة. زين. وهسه خليت عليه مي على مش شنو اللي يكون عندي الخلط يعني يكون اسهل يكون بالخلاط. هنا اكو فد نقطة يعني هسه انتو راح تنتبهون عليها بنات، تخلين كزبرة حب 2، يعني ملعقتين، قصدي ملعقتين كبار كزبرة حب. زين، او 3 يعني حسب الكمية اللي انتي مسويتها. انتو جاي تلاحظون انا بدون مقدار، بس اجي واخلي اني اوازن يعني الشغلات. انتو خلوا الطماطة تكون يعني اكثر من هاي الشغلات اللي حطيتوها كلها. زين حبايبي، يعني خلي تكون مثل الطماطة اللي تخليها بقد الفلفل الاخضر اللي تخلينه. زين. والدهراز انت تقد تردين مثل حرارته، اذا ما عندك هذا الدهراز عادي الفلفل الاخضر الحار. فالحب انا الكزبرة الحب ما المفروض اخليها من البداية حتى تطحن كلش ناعم. بعدين ذكرت انه انا ما خليتها، رجعت خليتها. ان شاء الله مكتب لكم اياها على الشاشة حتى توقفوها وتاخذون الطريقة مالتها. وحدة بالتعليقات من قلت للبنات، قلت لهم راح اعلمكم طريقة اسويها مالت الدقوس على طريقتي. قالت لي ونور حاولي نزليها. هنا شوفوا بنات تقريبا ملعقتين او 3 كزبرة حب، بدون لا يعني انت محمصتها على نار ولا فشي هيك يعني. زين. هسه أنا شنو أريد أخلي للطلبية، أنا دائما أسويها للبيت حبايب، يعني كلش نحبها، وخاصة يعني لأن بيها حرورة. فش أسوي على مود أني أنطلي البنية من عندها يعني للزبونة، وحتى أني شو أسوي، إحنا نضل عندنا للبيت أخليها بعلبة وبالثلاجة بنات. واللي تاخذونه من عندها مثل بقى يعني بالكاسة اللي تاكلون من عندها لا ترجعوها على العلبة، يا أما تحفظيها بكيس بالثلاجة وتخليها، بس نهائيا لا ترجعيها ترى تعفن، لأن ما بيها مواد حافظة يعني بس هيجي. زين. شوفوا حبايب قلبي هسه مثل ما تشوفون هنا أنا خليتها بسفريات، وحتى سوب أني خليت السوب لأن جدر ينقل، خفت يعني خاف يتكبكب منا أو هيجي شي، فسويت حبايب قلبي خليته بكيس نايلون ب2. هاي حصتنا احنا حبايب قلبي. ولهنا اقلكم اذا عجبكم هيجي فيديو لايك واشتراك وتعليق حلو مثلكم، مثل ما شرفتوني بذاك الفيديو اللي قبله اللي كان يعني صدق فيديو حلو وصدق تعليقات حلوة. واهلا وسهلا بالمتابعين الجدد اللي انضافوا لي، واتمنى يكونون من عائلتي. لهنا اقلكم باي باي مع الف سلامة، دمتم في حفظ الرحمن. وأكيد أكيد أشهالكم وما أشهيكم حبايب قلبي، وسهمكم مليون مليون عافية حبايبي. لا تنسون لايك اشتراك، شوية الفيديو خلوا يكون عندنا تفاعل، وأتمنى أنه أكون خفيفة الظل عليكم وطاقة إيجابية. باي باي مع ألف سلامة.